مع أن تراثنا مليء بالنماذج التي تستطيع أن تعبر عنا. هذه الفكرة تطرح فكرة لدى المتلقي اللي بيشوفها أن ليس في تراثنا ما يستطيع أن يعبر عنه، فقررنا أن احنا نعمل شعار أن لدينا ما يستطيع أن يعبر عنا، لدينا ما يمكن أن يبهر الآخر ويقدمنا بشكل جيد جدا للآخر. زمان احنا كنا بنصنع كل ادوات اللعب بتاعتنا، دلوقتي اصبحت هناك برامج ترفيهيه للاطفال يسوق على اساسها منتج. هذا يعني انك بتطلع طفل منذ البدايه مستهلك، من اول اللعبه لغايه الترفيه لغايه المطبخ اللي ما عادش بيدخله. قررنا ان احنا نعمل مشروع، هذا المشروع مستمرين فيه من سنتين، صورنا 9 افلام تسجيليه، واحنا احنا شويه فرقه صغيره في العدد، بس احنا بنعمل نشاط مؤسسي، لان احنا شلنا على عاتقنا مسؤوليه التوثيق لكل ما هو شعبي. عملنا معرضين للفوتوغرافيا لتوثيق الحرف اليدويه في مصر، عملنا 150 ليله عرض في شوارع القاهره وتونس. المفاجاه ان احنا مسافرين امريكا، هنعمل 90 عرض في مدارس امريكا لتعريف الناس بمن هم العرب، لتعريف الناس بالفن المصري الاصيل، لان احنا بنقول للناس ان مش مصر هي مجرد الاهرامات. وفي بعض الناس بقى فاكرين ان مصر هرم وصحراء، لا احنا عايزين احنا ورمال بالظبط. احنا عايزين نعيد تصحيح صوره العربي الفنان، العربي المبدع من خلال هذه العروض. فكانت الفكره الاساسيه عندنا ان احنا بنرفع شعار في كل حاجه اننا لدينا ما يستطيع ان يعبر عنه، لدينا نماذج الجمال بتاعتنا. العروض